بس حرام وين هو عشان لازم جابين الليت عشان حرام عليك شوي هي صورة الأرض بس تعبت والله. مساكم الله بالخير. يوما ما تحديدا عام 2007 الفترة اللي انشهرت فيها من خلال كتابة القصايد وتقديم البرامج، الفترة اللي فيها إذا كنتي بنية معروفة ومشهورة تكثر التساؤلات على أخلاقك، تكثر التساؤلات على شخصيتك، تكثر الإشاعات عنك. يا ليت فيها شيء صح، إشاعات توصل حق أقرب الناس لك، تمسك وتمس شرفك وعرضك. وقتها وصلت لمرحلة تعبت فيها من كل شيء، من الإشاعات، من القيل والقال، من المجهود اللي قاعدة أسويه بدون مقابل وتقدير. قعدت مع نفسي في ليلة وأنا متضايقة وقررت أنه خلاص ما أبي أكمل، وكتبت قصيدة اعتزالي. قلتها بعدين في آخر أمسية قدمتها في مهرجان هلا فبراير. وايد ناس ما استوعبوها، بس أنا بعدها ما طلعت على منصة الشعر أبد. حلم الطفولة اللي بنيته من سنين بودعه وابدأ بعيد حياتي من 1992 للعام ذا وأنا أدور بذاتي. شفت المحبة في عيون المحبين والحقد بقلوب يسرها مماتي. شفت العجب وأنا ألف الميادين وأسرار كانت تنحبس في سكات. ناس نشوف اللي خفيته ورا العين وناس يهمها وش تخبي عباتي. شفت البشر أجناس زين مع عشان وجيه تحفل بها ذكرياتي. الأحلام صارت صدق ويظل حلمي، أحلم أنام الليل من غير راحاتي، وأحلم أغمض عيني بلحظة وحين واصحى ألاقي الكون ناسي صفاتي. ما عشت عمري مثل ما الكل عايشين، شلت الحمل وأنا في أول خطاتي، ولقيت نفسي صرت في سن 20 مير السنين تعاونت في شقاتي. مرتني يلي شافها عيال 70 من ناكرين الفضل لين الوشاتي، بالمصلحة كانوا على العهد باقين واليا قضوا خابت بهم كل رجاتي. ما يلدغ المسلم من الجحر مرتين، وما تفيدني اللي خسرت عباراتي. ما هو الخطأ لخطيت يوم أو اثنين، بس الخطأ نستمر في خطاتي. بدعي أنا الله مثبت العقل والدين أنه يعاونني على مبتغاتي. وسلامتكم. ايش دعوة يبغى يحبكم حق الاشاعات اللي تقول خلاص بتعتزل قالت القصيدة. يبغى معتشة قاعدة اي والله معتشة. لو قاعدة احضر حق مفاجأة وايد كبيرة حق اللي يحبون الشعر والقصايد وهالسوالف. ممنوع اقول. عرفوا اللي تحسون فيكم تحلطم بس مو لاقي موضوع تتحلطمون عليه. والله دور لنا موضوع نتحلطم عليه. والله ما حد شيء يقوله قلبي ابيض. أنا عندي موقف صريح جدا تجاه العنف بشكل عام، ضد المسلمين وغير المسلمين، ضد العرب وضد الأجانب، ضد الجميع. وأكره كثير أن مواقفي تفسر ويفسرها بعض المرضى النفسيين على كيفهم، يطلعون إشاعات تخص مذهبي وتخص ديني على كيف. لما إنسان بريء يموت دون وجه حق، هذه ما فيها مذهب، هذه ما فيها دين، هذه فيها إنسانية. البرودكاست اللي طلع قبل فترة واللي فيه كلام عاري عن الصحة بما يخص مذهبي، أنا أحترم كل المذاهب وما عندي هالعقد. الكلام اللي انذكر وصار تويت ما له أي أساس من الصحة نهائيا. وأنا كإنسانة قبل لا أكون مسلمة وبغض النظر عن مذهبي ما أرضى بالظلم وما أرضى بالذبح وما أرضى بالعنف. ما يرضيني لا اللي صار في السعودية ولا اللي صار في البحرين ولا اللي صار عندنا بالكويت ولا اللي صار بلبنان ولا اللي صار بأي بلد في العالم، حتى اللي صاير بباريس. فكافي إشاعات وكافي اصطياد في الماء العكر وكافي تأليف وكافي أسئلة ما لها داعي تنكتب وكومنتات مخنزة. ومرة ثانية أنا أطرح فكر وأطرح هواية وأطرح شيء جميل، قد يعجبك قد ما يعجبك. ماكو إنسان كامل، على الأقل أخذ مني الشيء اللي أنت تحبه، الشيء اللي تحسه يتناسب معاك ومع أفكارك، وخل أي شيء ثاني على جنب. ومرة أخرى هذا تواصل اجتماعي وليس تكافخ اجتماعي. خلونا نتواصل ونوزع محبة وطاقة إيجابية. والكلمة الحلوة صدقة، ليش تبخلون فيها؟ كلها كلمة قد إنك ما تدري فيها أجر. أنا الكلام الحلو اللي يجيني على السناب شات والإنستغرام هذا بنزيني، هذا طاقتي، هذا سعادتي. تخيل يا أخي لو أنت كل يوم تقول كلمة حلوة حق أحد، تعطيه بنزين، تعطيه طاقة، تعطيه حيوية، تعطيه سعادة، يدعي لك بظهر الغيب. في أحلى من كذي؟ الحين ما أدري شو المتعة أن أنا قد كلمة مو حلوة أو كلمة مزعجة تزعل أحد وتكدر أحد وتعقده بعيشته وأمشي ولا كني سويت شيء. شو المتعة؟
فرق شاسع جدا بين حرية التعبير عن الرأي وبين قلة الأدب، بين حرية التعبير عن الرأي وقلة الاحترام. المهم ايش رايكم نسولف عن ماسك الذهب؟ نسيت احط لكم البوست بانستغرام سوري، بس وعد مني ان شاء الله باكر راح يكون من اوائل البوستات اللي راح احطهم في انستغرام. وينها اللي تقول غازة بوتوكس؟ وينها؟ قد شوفها. شوفي هذا بوتوكس، بلاش ما تفهمين. شوف محمود يقول حرك لهم كل عضله بوجهك. شايفين هذيلا اللي تسوي اللي تقص بوتوكس ما تقدر تسوي كذي. وين اللي تقول نافخ البرطم بعد؟ وينها؟ هذا ما اقدر اجي just to let you know انا اذا بسوي هالسوالف بسوي ريفيو، بصور وانا قاعده اسوي. ضيعتها عاد. زين ان شاء الله ثانيه بالنسبه لي دزوا لي دايركت مسج. للاسف انا مسكره دايركت مسج لان خل سنابي يعلق، فاذا تبون اي شيء مالكم الا انستغرام. محمد يقولون لنا من رجعت سناباتي حلوت. طبيعي. ترى يصدق عمره لا تحطون صدق والله. ليش الريايل يحبون الواحد يرفع لهم؟ انا هذا واقع والله. ريلي حبيبي ابو عيالي. شلونك انت زينه؟ يقولون ابو حمود بتوزع ساعات ابل واتش. هذا مرات ابو حنين. اي ابو حنين تعال وزع على المتابعين يستاهلون، تسوي لهم مسابقه. كان شو هيك فيني؟ وهم يستاهلون. على فكره احنا علاقتنا انا وابو حمود علاقه اثنين من الشباب. سوق سياق ابو حمود. نعم. شو عنده 3 ساعات ابل واتش، عطني واحده منهم زين. واحده حق المتابعين يستاهلون، ناطرهم الاحسن منهم ان شاء الله. والله؟ اي والله. توهقت شكلك. احنا ناويين نسوي جيف اواي. تذكرون لما وزعنا الجنطه الشانيل وسوار كارتيه وايفون 6 وفازت بالجنطه فرح؟ يقول لي تبين ابل واتش؟ لا يا عيوني ابي البلغاري. اعرف واحده على طاري الحريم اللي يرفعون حق ريايلهم، كلها تعرف ريلها على ان الدكتور العالمي المدري شنو، وبعدين تعطيكم السي في مال ريلها، وبعدين طول ما هي قاعده ابونا سوى وابونا راح وابونا رد وابونا سوى. خفوا علينا. وقبل اسبوعين كنت بوحده من السفارات بسوي فيزا، وكان معاي حريم، وقدامنا كان في 2 الله يهنيهم يعني مبينهم توهم معاريس زين، بس يعني البنيه قاعد تتصرف بشكل مريب. لا والله يعني اسلوبها كان فعلا يلفت النظر. يعني الحريم اللي معاي قاعد طاحوا الى حش وخز وضحك لانه شيء غريب. طول ما هي قاعده قاضبه ايد ريلها كأنه بيطير زين، وتطالع بعيونها كذي، هو مو يعني عادي هو الوضع عنده. وبعدين فجأة كذي يساسرون بعض، بعدين حسيت انها قاعده على الكوشه. يقول ابو عمود وين ام المعرس؟ والله العظيم يعني الله يهنيك الله يهنيك الله يسعدك، بس الحريم خزوج خز والله العظيم. شوي واحده منهم تكم على وجهها، يعني درينا انك سعيده وانك توش متزوجه وطايره ورايحه شهر العسل بعيد. ما ادري هل هي لما كانت تسوي كذي هل لان فعلا الدنيا مو ساعتها من السعاده يعني، ولا انها كانت قاعده تسوي كذي عشان توري البنات اللي حوالينها. الله يحفظها من العين. انا قاعدين كلنا مرتزين ناطرين دورنا، وهي حاطه راسها كذي. قاعده نطرح عدل عاد السؤال يطرح نفسه. بعد كم سنه زواج الاسباني اذا مسكتي ايدينا يقول لك فشلتينا يا مرة، نزلي يدينك. انا شخصيا اقول عقب اول ياهل والله. ثالث وقاضبين. فشلتينا يا مرة. نزلي يدينك يا مرة، يا عيب يا مرة. لحظة خلينا نشوف مثلهم. يلا تصبحون على خير.